كامل البنات، ان شاء الله تكونوا كامل بخير ومهنيين. اليوم حبيت نتقاسم معكم وصفة المسكوتشو. عندي 4 حبات بيض بدرجة الحرارة تاع المطبخ. عندي كاس ناقص صبع تاع سكر، ونضرب بالباتور باه يذوب لي السكر. نضرب مليح حتى يبيض الخليط. نزيد مغرف لافاني، اللي تحب دير الزاز تاع القارص دير. ضرب مليح، شوفوا الخليط بدا يبيض. هنا نزيد كاس زيت، نقسمو على 2 خطرات. هالا دير نص، ومن بعد نكمل الكميه الاخرى ونضرب. شوفوا الخليط كيف يبدا رغوي، يبدا يبيض. خلط مليح مليح. عندي نص كاس حليب بارد، ندير فيه 2 باكيات تاع لا ليفور، خميره تاع الكاطو. وهنا هذه العمليه نديروها باه كي ناكل المسكوتشو الحموضيه تاع هذاك لا ليفور ما تجيش فينا في لساننا. نحلو هكا في الحليب، ما يكونش داك المذاق تاع لا ليفور. نحطو مع الخليط. نعاود ندخل مع المكونات ونبدا نحط في الفرينه. عندي الكاس الاول تاع الفرينه، ندخل الفرينه مليح ونزيد نص كاس. هنا عندي كاس ونص تاع فرينه. وهنا ما نستعملش الباتور، نخدم بلا سباتول. وراني شاعله الفور تاعي، وعندي المول. درتلو الزيت والفرينه، رشيته بالفرينه باه ما تلصقناش المسكوتشات تاعنا. نحط الخليط تاعي في المول. كاين البنات صغار ما يعرفوش يخدموا المسكوتشو، كاين ما تخرج لهمش. حبيت نبارطاجي معكم هذه الوصفه. بعد نحكم المول تاعي، نخبطو غير هكا بالعقل، نخرجو الهواء اللي فيه. هذه العمليه مهمه. وهنا باه تشوفي المسكوتشو تاعك الا طابت ولا مازالت، نجيبو حاجه كيما هكا موس ولا ندخلوه لداخل في المسكوتشو. لا خرج لك ناشف راهي طابت. وهذه المسكوتشو بعد ما زينتها، ذوبت الشوكولا بالحليب ودرتها من الفوق، ودرت لها شويه كاوكاو مرحي. والتزيين يبقى اختياري، تقدري ديري غير معجون، تقدري ديري نواه كوكو، كيما اللي تحبيها ديريها. هنا نقسم لكم موسو، شوفوا كيف جات اسفنجيه، جات خفيفه وحاجه سهله توجد بالخف. فوالا شوفوا كيف جات من الداخل. اللي دخلتي عندي صدفه نقولك مرحبا بك وابوني، وماكش حتندمي. ما تنساوش تبارطاجوا الفيديو. سلام.